عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي الأعزاء. أول فيديو لي كنشارككم هاد الفاجعة هادي اللي وانا جالسة في هاد الأجواء الجميلة الرائعة من أيام الربيع. دخلت نستمع الأخبار الظاهرة، فإذا بي كنتفاجأ بهاد الكارثة هذه اللي وقعت في مدينة أزيلال. وللأسف كلنا عندنا واحد مريض نفسي في البيت، ولهذا خصنا ناخذ الحيطة والحذر. نجيكم التفاصيل. وحجز سلاحه الأبيض، وقد تم إخضاعه للبحث القضائي للإحاطة بالواقعة، وفتح تحقيق في هذه الجريمة. تحقيق سيتم من خلاله أيضا التحقق من الوضع العقلي والنفسي للمشتبه به. عبد الصمد. قضائية بأزيلال لجمع كل المعطيات بخصوص إقدام شخص عمره 29 سنة. قال بلاغ مصالح الأمن إن علامات الخلل العقلي تبدو عليه. أقدم على قتل والدته واثنين من أشقائه، وأصاب شقيقه الثالث بواسطة السلاح الأبيض. كان خدام على راسو، مزوج، عنده 2 وليدات ولكن هادشي الصراحة صدمنا. ما عرفتش واش وقيلا كان مريض، كان على ما سمعت كيستعمل شي دواء ديال الأعصاب ولا. كان الشاب نزيل مستشفى الأمراض العقلية قبل 7 أشهر، وقال أفراد من عائلته إنه كان يتناول بعض الأدوية النفسية مكنته من تحسن مؤقت وممارسة حياته بشكل عادي. هو خدام بخير وعلى خير، وشوية مريض شي عامين دابا تيشرب الدواء. المهم تيمشي للسبيطار تيجي الدواء ديالو، وتنقول له واش، المهم خدام بخير، تنقول له واش تشرب الدواء عادي، تيقول لك تنسول مو الله يرحمها، تنقول له واش تيشرب الدواء، تتقول لك تيشرب الدواء. وتجري النيابة العامة خبرة طبية ونفسية للمشتبه فيه للتأكد من وضعه العقلي وقت ارتكاب الجريمة التي لم تعتد ساكنة المدينة مثلها من قبل.